كان يا مكان، كان في مزرعة عايش فيها حيوانات كتيرة. كان فيها حمار بينهق بصوت عالي وبيرفس برجله، وده كان بيضايق الحيوانات وبيخوفهم، خصوصا بالليل. كل الحيوانات راحت اشتكت للمزارع وقالت له مش عارفين نرتاح ولا ننام بسبب الحمار. المزارع فكر شوية وقرر يبعد الحمار عن المزرعة. قال أنا هوديه في مكان بعيد علشان ينهق براحته. الحمار قعد زعلان وراح يشتكي لأصحابه ويقول لهم يرضيكم أبعد عنكم، وكان زعلان وحاسس إن هما كمان مش عايزينه. بعد شوية قعد كده، قال الله، طب أنا أعمل إيه؟ أروح وأخليهم يعرفوا قد إيه أنا زعلان منهم، ولا أعمل إيه طيب؟ كلهم بصوله كده وقالوا له ارضى باللي هو مكتوب لك. شوية وأخدوا المزارع وراح بيه فوق التل الكبير، وقعد كده لوحده يصيح وزعلان ومتضايق. وبعد شوية راحت له السلحفاة وقالت له بهدوء صحيح انت كنت عامل ازعاج، بس ده ما يمنعش ان ليك فايدة، وكل واحد ربنا خلقه في الدنيا دي لحاجة. في اللحظة دي الحمار شم ريحة حريقة جاية من ناحية المزرعة. ساعتها ما ضيعش وقت، طلع يجري بسرعة ناحية الحيوانات وفضل ينهق بأعلى صوت ويرفس في الأرض علشان يصحيهم. الحيوانات صحيت والمزارع صحي، ولحقوا يطفوا النار قبل ما تنتشر وتحرق المزرعة. بعد اللي حصل كله عرفوا إن الحمار كان سبب في نجاتهم، واعتذروا له وشكروه، ومن ساعتها بقى ليه مكانة كبيرة في المزرعة. حبايبي، العبرة من هنا مش كل تصرف مزعج بيبقى وحش، وكل واحد ليه دور مهم وقته بيبان ساعة الشدة. حبايبي، كل يوم لينا حكاية وحدوتة صغننة. استنوني بكرة